السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم شاهين. إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله نشاركوا مع بعض كيكة اقتصادية بدون فرن، وكتوجد بسرعة، يعني سهلة في التحضير. واحد الكريمة لذيذة بزاف بدون بودرة الشونتيي وبدون كريمة سائلة، والنتيجة كتكون رائعة. كتكون واحد الكيكة اللي هشيشة كتذوب في الفم. بلا ما نطول عليكم ندوزو مباشرة للمقادير. نحتاج بيضة واحدة، نصف كأس من السكر سنيدة أو ما يعادل 80 غرام. هنا اللي بغي الحلاوة بزاف ياخد 100 غرام السكر سنيدة. نحتاج أيضا نصف كأس من الزيت ونصف كأس من الحليب، أي 80 مليلتر تقريبا. ونحتاج أيضا كأس غير مملوء من الدقيق أو ما يعادل 130 حتى 140 غرام. نحتاج كيسين من الكاكاو بودرة، أي ملعقة كبيرتين، وملعقة صغيرة من الخل، أو ممكن هنا نعوضوه بالقليل من بيكربونات الصوديوم. نحتاج خميرة الحلويات ملعقة صغيرة فقط. بالنسبة هنا للطريقة، ممكن نستعملوا الضراب اليدوي، ممكن نستعملوا الضراب الكهربائي، أو الخلاط ديال العصير، يعني الكأس ديال العصير. هنا أنا باش نبسط الطريقة استعملت الضراب اليدوي فقط. كنوضعوا البيضة مع القليل من الملح طبعا، نضيفوا السكر سنيدة ونخلطوه حتى نحصلوا على واحد الخليط كريمي، يعني أبيض نوعا ما. نضيفوا الزيت، من بعد نضيفوا الحليب. انا هنا المقطع مشالي، ما عرفتوش فين مشى. صافي كنوصلوا التحريك. من بعد كناخذوا داك الدقيق، الكأس ديال الدقيق، نغربلوه. يعني ضروري يكون الدقيق مغربل منخول. الكاكاو بودرة وخميرة الحلويات كنضيفوهم على بعضهم. انا استعملت ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، تقريبا 4 غرام. هنا ممكن تستعملوا الكيس كامل، يعني 7 غرام من خميرة الحلويات. كنضيفوا ملعقة صغيرة من الخل، يعني هذا الخل كيخلي الكيكة ديالنا تجينا هشيشة. نضيفوا من بعد الدقيق وحنا كنخلطوه شوية بشوية. كما كتلاحظوا الخليط اللي حصلنا عليه هو هذا، ماشي خفيف بزاف وماشي ثقيل. من بعد كناخذوا واحد المقلاة اللي القطر ديالها 22 او 23 سنتيمتر، يعني كنعبروا هذه المسافه هذه. كان جاني واحد التعليق، واحد السيده كتسولني على الطريقه كيفاش نعبروا المول. كناخذوا الوسط وكنعبروه. كندهنوا المقلاة بالزبده ومن بعد ندردروا الدقيق، لان انا هنا عندي المقلاة كتلصق. من بعد كنصبوا الخليط ديالنا. هنا ممكن توضعوا ورق الطهو. كنصبوا الخليط ديالنا في هذه المقلاة هذه. من بعد ضروري نغطيوها بواحد المنديل، يعني اون سيرفييت، ونوضعوا الغطاء، لانه كيتكون لنا واحد البخار، وبالتالي كيرجع قطرات من الماء على هاد الكيكه هذه، كتندى، يعني ما كتبقاش زوينه بزاف. نوضعوها بهذه الطريقه هذه. او ممكن نستعملوا ورق الطهو. انا بالنسبه لي هنا استعملت ورق الطهو. كنوضعوه فوق المقلاة، ولكن بشويه يقدر يطيح على الكيك. صافي، وكنوضعوا الغطاء ديالنا. كنحاولوا اننا نرجعوا هذوك الجوانب فوق الغطاء، يعني باش ما يتحرقوا ليناش بالنار. من بعد كنوضعوه فوق نار مهيله جدا. وضروري اننا نوضعوا شي حاجه تحت هذه المقلاة، يعني داك نوضعوا المقلاة اللي كنحضروا فيها المسمن او الرغايف، او نوضعوا داك العازل اللي كيستعملوه المغاربه كنوضعوه تحت الطاجين. الا ما كانش متوفر هذا الشيء، ممكن اننا ناخذوا الورق الالومنيوم ونطويوه لعده طبقات ونوضعوه تحت هذه المقلاة. يعني ضروري ان النار ما توصلش بواحد الحراره قويه. تقريبا كتاخذ لينا هذه الكيكه ما بين 7 أو 10 دقائق وكتكون واجده. يعني منين نشموا الريحه ديال الكيك، صافي نتما كنعرفوا انها طابت. وعفوا كنت كنقول لكم نغطيو الكيك ديالنا منين نوضعوه في المقلاة بورق الطهو. نغطيوه بالمناديل الورقيه، يعني بابي سيرفيات، ماشي ورق الطهو. كنت كنغلط، سمحوا لي بزاف. ديالنا هي هذه وجدات. كما كتلاحظوا الورق الطهو كله رجع مبلل بالماء، يعني هذاك البخار. الكيكه ديالنا كما كتلاحظوا هي هذه، ما كتجيش ناشفه، كتجي زوينه، كتجي معلكه وهشيشه. هنا ندوزو باش نحضروا الكريمه. كنحتاجوا السكر حسب الذوق، تقريبا 5 أو 6 المعالق او اكثر. نحتاجوا ايضا 3 ملاعق من النشا، اللي ممكن نعوضوها ببودرة الكريم باتيسير أو الدقيق فقط. حتى الدقيق يعني تجي الوصفة ناجحة. نحتاجو أيضا الكوك أو جوز الهند. هنا إلا ما بغيتوش يكون حبيبات،
كنطحنوه جيدا حتى يرجع بودرة. نحتاج أيضا نصف لتر من الحليب وعلبة من الياغورت، من الأحسن يكون بنكهة الكوك أو جوز الهند. صافي في واحد الإناء كان ضروري أننا نشلوه بالماء باش ما يلصق ليناش هاد الكريمة هذه باش ما تلصقش. كنوضعوا السكر سنيده، نوضعوا النشا أو الدقيق أو بودرة الكريم باتيسير اللي كان متوفر عندكم في البيت. نضيفوا القليل من الحليب ونخلطوه جيدا حتى يتحل هذاك النشا كله مع السكر. من بعد نضيفوا الحليب، كنوضعوه فوق نار مهيله جدا مع التحريك المستمر حتى يتقال. نلاحظوا وجود فقاعات، عاد نزولهم فوق النار. من بعد كنضيفوا الياغورت بنكهه جوز الهند، ولا ما كانش متوفر نوضعوا ياغورت بنكهه الفاني. من بعد نضيفوا الجوز الهند، كما قلت لكم اللي ما تيبغيش حبيبات جوز الهند يوضع بودره جوز الهند يعني يطحنوا. صافي كنخلطوا هذا الخليط هذا هو ساخن. من بعد كنوضعوه فوق الكيك مباشره هو ساخن، باش هذا الكيك هذا اولا كيتشرب لينا هاد الصلصه هذه، هاد الكريمه هذه كيجي لذيذ بزاف وفي نفس الوقت قبل ما تعقد. من بعد بالنسبه للطبقه الاخيره، انا هنا خديت 200 غرام من الشكلاط، ضفت عليها 100 غرام او 100 ملل من الحليب او الكريمه السائله يعني اللي كان متوفر عندكم، او ممكن تضيفوا الياغورت. هنا انا وضعت الحليب ساخن، يعني هاد الطريقه هذه كتخلي لنا الشوكولاط ديالنا يعني لامعه. هنا ممكن توضعوا هذا الخليط فوق حمام مريم الا شفتوا الشوكولاط ما بغاتش تذوب. هنا ممكن تضيفوا للشوكولاط ياغورت بنكهه الفانيا او بنكهه جوز الهند او كريم ديسير ديال الشوكولاط، يعني على حسب اللي متوفر عندكم في البيت ولا نتوما شنو بغيتوا. وهنا كميه الشوكولاط كتبقى اختياريه، يعني انا وضعت 200 غرام، وضعت كميه كبيره. صافي كنصبوها فوق الكيك ديالنا من بعد ما يكون جمد طبعا اي عقاد. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا زينت بالشوكولاط الابيض، ممكن نزينه بجوز الهند. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه اللي حضرناها مع بعض اليوم. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديوهات اللي كنقدم وعجبتكم القناه، بس تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم واللايكات والتعاليق اللي كلها كتشجعني، وبارطاجيو مع الاصدقاء اللي تاعهم الفائده. الى فيديو قادم ان شاء الله، خليتكم على خير.